حاجات لازم تعملها لو انت مسافر محدش هيقولك عليها. لو اول مره تروح شرم الشيخ احب اقولك اهلا بيك في واحده من اهم المدن الساحليه اللي موجوده في مصر. اعمل سيف للفيديو، وطبعا مش هوصيك تعمل لنا لايك ومتابعه. لو بتحجز الاوتيل من على بوكينج يبقى لازم تشوف اكيد التقييم بتاعه واخد كام من 10. لازم تسال وتتاكد الغرفه اللي انت حاجزها سوفت اول انكلوسيف، هاف بورد، ولا اقامه بس، عشان ما تروحش هناك وتتصدم. اخر حاجه واهم حاجه لازم تتاكد ان الفلوس اللي انت هتدفعها شامله كل الضرايب وكل الرسوم وكل الفلوس اللي انت المفروض تدفعها، عشان ما تروحش برضو هناك ويقولوا لك يا فندم حضرتك عملت حجز من على بوكينج والحجز تمام واوكي وكونفيرمد وكل حاجه، بس عليك مبلغ صغنن قد كده يكاد يكون نص مبلغ الرحله اصلا. فلازم نتاكد قوي من التفاصيل دي عشان الرحله تعدي لذيذه كده وخفيفه. ما تنساش الصن بلوك. اما بقى لو هتحجز مع شركه وده اريح لك طبعا، اول حاجه تتاكد ان الشركه دي مرخصه بوزاره السياحه، تشوف اراء العملاء في الشركه دي، تشوف العروض وتختار الفندق اللي يناسبك، تسال على كل التفاصيل الصغيره قبل الكبيره، نوع الغرفه، نوع الاكل، نوع الاقامه، نوع الشاطئ رملي ولا صخري، في اكوا بارك مفيش، الاوتيل مكانه فين. كل الديتيلز دي لازم تكون عارفها قبل ما تشتري الغرفه من الشركه. وعشان تضمن حقك لازم كل الديتيلز اللي احنا قلناها دي تتكتب في الفاوتشر اللي انت هتستلمه بعد ما تدفع الفلوس، او حتى بعد ما تحول لهم الفلوس اونلاين يبعتوا لك الفاوتشر على الواتساب ان ديتيلز. اوعى تنسى الصن بلوك. انتظروا بارت 2 من